بقلب باريس سنة 1981 صارت جريمة هزت العالم. جريمة إذا سمعت بتفاصيلها يمكن ما تنام الليل، وحتى يمكن تفكر 1000 مرة قبل ما تطلع مع حدا شكله هادي ومسالم. بس أحياناً أكثر الوجوه المسالمة ممكن تخبي وراها أعماق مظلمة ما حدا بيتخيلها. تخيلوا معي إنسان عاش طفولة طبيعية بين أهله ببيت محافظ ودرس بأرقى الجامعات، بس ورا هالقناع كان في شي عم يغلي، شي مخيف، شي ما بيشبه أي كابوس ممكن تتخيلوه. بس السؤال، كيف تحول إنسان مثقف إلى وحش آدمي؟ وكيف ثغرة قانونية خلت مجرم معترف البشرية بوحشيته يعيش كأنه نجم مشهور؟ برأيك شو هي الدوافع اللي بتخلي الإنسان يعمل هيك؟ جهزوا لي نفسياتكم منيح، لأنه قصتنا اليوم مو لضعاف القلوب، وخلونا نفتح المحضر 13 معي أنا لارا. بلاد الشمس المشرقة اللي تعتبر واحدة من أكثر الدول تطوراً وأماناً بالعالم، ومجتمعها من أكثر المجتمعات تماسكاً وانخفاضاً بمعدلات الجريمة. بس هذا ما بيعني إنه ما في بذرة شر بأعماق مظلمة جوا بعض الناس. وكالعادة خلونا أول شي نبلش نحكي عن الشخصية المهمة بقصتنا. إيسي ساغاوا ولد ب 26 نيسان 1949 بمدينة كوبي اليابانية ضمن عائلة ثرية جداً. أبوه كان رئيس شركة مياه كبيرة باليابان، وجده كان محرر بصحيفة كبرى اسمها أساهي شينبون. إيسي خلق قبل موعد ولادته بكتير، وإجا صغير جداً عن الحجم الطبيعي لطفل حديث الولادة، وكمان ضعيف جسدياً. وأصيب بعد أيام من ولادته بالتهاب الأمعاء، واضطر يتلقى كتير حقن من الكالسيوم والبوتاسيوم اللي أثروا على نموه البدني وخلقوا عنده ضعف جسدي مزمن، وهالشي ولد عنده شعور دائم بالنقص والعزلة، وخلقت شخصية منطوية وخجولة، وهالشي صعب عليه تكوين أصدقاء بالمدرسة رغم أنه كان مثقف جداً وحاد الذكاء. بس بالبيت كانت علاقة إيسي إيجابية وجيدة جداً مع أهله، وتربى ببيئة مغلقة اجتماعياً بأسرة محافظة جداً لكن مترابطة ودافية. ومع تقدمه بالعمر ودخول سن المراهقة بلشت تصير علاقته بأهله معقدة نوعاً ما، كونه بالأساس هي مرحلة صعبة، ولأنه أمه كانت قلقة عليه كل الوقت بسبب صمته وانعزاله، وهالشي كان يزعجه. أما أبوه فكان يحاول يوفر له حياة طبيعية قدر الإمكان، وكانوا أهله مدللينه كتير وما كانوا يرفضوا له طلب ليحاولوا يطالعوه من عزلته، بس للأسف ما تغير شيء. كبر إيسي ودرس الأدب الإنجليزي بجامعة واكو بطوكيو، وكان متفوق أكاديمياً رغم هشاشته وضعفه الجسدي. وخلال سنوات دراسته الجامعية زادت عزلته، وليبعد عن عائلته المحافظة والقيود الاجتماعية باليابان ويقدر يعيش حياته، انتقل إيسي لباريس بال 1977 ودرس الأدب المقارن بمعهد السوربون، وظلوا أهله عم يدعموه مادياً ومعنوياً. وهنيك عاش إيسي بحرية كبيرة، وصار يشوف عالم من جميع الجنسيات والأشكال والألوان، وافتتن بالنساء الأوروبيات. بس مع ذلك ما في شي طلعه من حالة الوحدة والانعزال. لحد هلأ كل شي طبيعي صح؟ واحد خلق ضعيف شوي وعاش حياة طبيعية نوعاً ما ومر بمراحل أي حدا ممكن يمر فيها. لا مو صح، لأنه هلأ رح أحكي لكم الطامة الكبرى اللي صارت حرفياً واحدة من أشهر القصص بالعالم. ب 11 تموز 1981 إيسي دعا زميلته رينيه هارتفيلد لعنده على البيت، وكانت هولندية الجنسية وعمرها 25 سنة، لتساعده بدراسة الشعر الألماني. ولما بلشت رينيه قراءة الشعر بصوت عالي مسك بندقية صغيرة وأطلق النار على رقبتها من الخلف. هون فقد الوعي، وبعد ما صحي اغتصب جثة رينيه، وبعد ما اغتصبها قطع أجزاء منها بسكين مطبخ واحتفظ فيها بالثلاجة وأكلها على مدار يومين، وتحديداً أجزاء من الأذداء والأفخاذ والأرداف، وحتى أجزاء من الأعضاء التناسلية. وشكله حس بالفخر وقرر يوثق الإنجاز بصور فوتوغرافية. وبعد يومين تخلص من بقايا الجثة، وزع الأجزاء المتبقية بشنطتين سفر كبار، وأخذ تاكسي وراح على حديقة بوا دو بولونيه بباريس، وزتهم ببحيرة معزولة بالحديقة، وحمل حاله ومشي وفكر إنه ما حدا رح يقدر يربطه بالجريمة. بس طبعاً مثل أي جريمة مصيرها تنكشف وتشوف الضوء. أحد زوار الحديقة شاف دم عم يتسرب من وحدة من الشناتي بالبحيرة وبلغ الشرطة فوراً، وبالحديقة فتحوا الشناتي بحذر واكتشفوا بقايا الجثة ملفوفة بأكياس بلاستيكية.
وبلشت التحقيقات فوراً، وما طولوا لقادتهم الأدلة لعند بطل قصتنا، لأنه الشرطة لقوا وصل التاكسي اللي نقل إسي فيها الشناتي ونسيه بالغلط بوحدة منه، وبالوصل كان موجود عنوان الشقة تبعه بباريس، وكمان كان في بعض الأغراض الشخصية للضحية ولإسي كمان. شكله ما استخدم ذكائه الحاد لإخفاء آثار الجريمة، بالإضافة إنه في شهود شافوا إسي وهو عم ينقل الشناتي من مبنى السكني ويحطهم بالتاكسي، يعني ما ضل أكثر من هيك دليل. ولما داهمت الشرطة شقة إسي وجدوا أجزاء من جسم رينا بالثلاجة، ولقوا الكاميرا والصور اللي وثق فيها مراحل الجريمة، وطبعاً أسلحة الجريمة بما فيها البندقية اللي استخدمها. أثناء التحقيقات اعترف إيسي ساغاوا بكل تفاصيل جريمته بالدوافع اللي خلته يرتكبها، وقال إنه أول مرة حس إنه عنده هوس كان بعمر ال6 سنوات لما شاف فخ رفيقه بالمدرسة وبدأ يحس بانجذاب نحو اللحم البشري ورغبة بتذوقه. خلال المراهقة وبسبب زيادة عزلته ويمكن بسبب كبح رغباته سنين طويلة طور عنده الموضوع، وبسنة 1972 اقتحم منزل امرأة ألمانية وقال إنه كانت نيته يقطع جزء من لحمه وياكله، ولكن فشلت محاولته لأنه المرأة صحيت من النوم وطلبت الشرطة فوراً. وطبعاً حاول إسي يهرب بس الشرطة ألقت القبض عليه بتهمة الاغتصاب، بس تم تسوية القضية وحلها بعد ما دفع له أبوه مصاري وطالعه. وبالجامعة زادت ميوله الجنسية الغريبة وصار ياخد عاهرات لعنده على البيت ويجرب يطلق النار عليهم ليقتلن وياكل من لحمه، بس كل مرة كانت أصابعه تتجمد لحد ما تعرف على رينا، وصار الإشباع العاطفي والجسدي مرتبط تماماً بفكرة أكله وامتلاكه بالكامل. وقال إنه كان هدفه امتصاص طاقته ونقله إله بعد فشله عاطفياً وجسدياً. وبالاستجواب أقر إنه كان مفتون بطعم اللحم البشري وإنه الموضوع بالنسبة إله نابع من رغبة جنسية. وبمقابلة مع صحيفة الجارديان بال2001 وصف جريمته وقال: كنت أريد أن أعرف طعم اللحم البشري فقط قدمة واحدة من الورك، أنا آكل لحماً بشرياً وهذا هوسي. وبالتقييم النفسي قال إنه من طفولته كان ضعيف وقبيح وقصير، ولهي الأسباب كان يحب النساء الجميلات والقويات، وإنه ما كان عنده مانع أي امرأة جميلة تاكل قطعة منه كمان. وبالتقييم النفسي وبناء على تقارير 3 أطباء نفسيين وبالتحديد بتاريخ 30 آذار 1983 تم الإقرار بأنه إيسي ساغاوا مختل عقلياً بسبب الحكي الغير منطقي اللي حكاه، وصدر حكم على هذا الأساس بعدم ملاحقة ساغاوا قانونياً، يعني اعتبروه مجنون وعم يحكي أي كلام وما كان بعقله لما ارتكب الجريمة. وبعد 3 شهور استأنفت عائلة رينا القرار وانعقدت جلسة بمحكمة باريس الابتدائية، وخلال هاي الجلسة قال والد رينا إنه تم ترتيب القضية سريعاً ليسكروا ملف القضية لأنه هو وعائلته كانوا أجانب بفرنسا، يعني بالعامية لفلفوا السيرة كرمال ما يصير شوشرة وقصص وسفارات والذي منه. واتهم والد رينا القضاة والأطباء النفسيين بمحاولة تصوير ساغاوا كمجنون بعد ادعائهم بنظره أنه عانى صدمة دماغية من الولادة بسبب ضعف جسدي. بس محامي ساغاوا أكد أنه التقييم النفسي والفحوصات كانت دقيقة وشاملة. بعد صد ورد بالمحاكم بين عائلة رينا وعائلة ساغاوا ومحامينه تم وضع إيسي بمستشفى هنري كولن للأمراض العقلية بضاحية باريس، وبال1983 تم ترحيله لمصحة عقلية باليابان، وهنيك خضع لتقييم طبي جديد ودقيق. والصدمة إنه الأطباء اليابانيين أكدوا إنه حالته العقلية طبيعية، بل وإنه عاقل تماماً ومدرك لأفعاله. بس المسألة الأهم هون إنه القضية أغلقت تماماً بفرنسا، والمحكمة ما أرسلت أي وثائق رسمية لليابان، وبناء على هالحكي ما كانت السلطات اليابانية قادرة تلاحقه جنائياً وأفرجوا عنه، وغادر المصحة ب 12 آب 1986 بدون الخضوع لأي محاكمة. وطبعاً ضج العالم وأثارت محاكمة ساغاوا جدل واسع، وانتقدوا الثغرة القانونية اللي بتسمح لمجرم معترف بأفعاله إنه يرجع لحياته الطبيعية بدون عقاب. بعد كل هالضوجة طلع إيسي ساغاوا ولقى حاله بوضع جديد وصار حديث الصحف والإعلام مو بس باليابان، بالعالم كله. والمفاجأة إنه صار يتلقى عروض صحف ومجلات يابانية كانت مهتمة بنشر قصته بالتفصيل، لأنه قضيته جذبت فضول الناس بدرجة هائلة. وطبعاً كشخصية مريضة استغل ساغاوا الاهتمام الإعلامي كفرصة ليبني لنفسه شهرة من الجريمة،
وبعد أول عامين من الإفراج كتب سيرته الذاتية بكتاب بعنوان في الضباب، ونشره عام 1985، وأرفق فيه أوصاف تفصيلية لجريمته اللي ارتكبها برينيه هارتفيلد ومشاعره خلال الجريمة، وحتى إنه وصف طريقة تقطيع اللحم والطبخ والأكل بشكل صادم. بس الصادم أكثر إنه الكتاب حقق مبيعات ضخمة لدرجة إنه ناشرين وصحفيين صاروا يتسابقوا ليعملوا مقابلات معه أو يحصلوا على تصريحات أو تعاون من مشاريع إعلامية، وحتى صار يكتب مقالات بعمود أسبوعي بوحدة من الصحف اليابانية، وكان يكتب فيه عن مواضيع مختلفة من منظور آكل لحوم البشر. وتخيلوا أنه حتى كان يقدم نصائح بالعلاقات واتجه للمشاركة بالبرامج الحوارية. وساغاوا ما وقف هون، بعض منتجي الأفلام الإباحية استغلوا شهرته وأشركوه بأفلام تظهره كضيف أو كشخصية أساسية بمشاهد جنسية غريبة، وهالشي أثار استياء المجتمع الياباني، ولكنه حقق لهم انتشار ورواج تجاري ضخم. طبعاً إيسي كان واعي جداً لقيمة اسمه بعد الجريمة، بس مو كمجرم بل كأيقونة رعب. مثل ما ذكر بأحد مقابلاته: لقد منحني الناس الشهرة كآكل لحوم البشر، وأنا سأبقى أنظر للعالم بهذه العين. يعني باختصار استغل كل شيء للترويج لنفسه كنجم مختلف عن أي شخصية عامة، وصنع لنفسه شهرة كبيرة وضل يستثمر فيها عقود. بس بعدين مثل أي ترند بضجوا فيه الناس أول شيء بعدين بيملوا منه، إيسي بلش يختفي تدريجياً ببداية الألفينات، والعالم ملت منه ومن قصته وصاروا ينظروا له كرمز مرضي أكثر من كونه مادة إثارة. وطبعاً حاول إيسي يرجع يروج لحاله بس ما حقق نفس النجاح، وعاش بطوكيو بعزلة مع أخوه الصغير اللي كان يساعده مادياً لأنه إيسي ما كان عنده أي مصدر دخل مستقر. بال2013 أصيب إيسي ساغاوا بجلطة دماغية تركته مشلول وعاجز عن الحركة تقريباً، وصار مقعده على كرسي متحرك ومعتمد كلياً على أخوه. وبآخر مقابلة له بال2017 ظهر بحالة سيئة جداً لدرجة أنه كان عم بيعاني صعوبة بالحركة والكلام، وما أبدى أي ندم حقيقي على الجريمة ذاتها بل على الحالة اللي وصل لها، ووصف نفسه بأنه مخلوق ميت على قيد الحياة، وقال إنه شهرته ما منحته السعادة أبداً، يعني فوق كل شي عمله كان زعلان على حاله بس. توفى إيسي بعمر 73 بسبب مضاعفات صحية بطوكيو ب 24 تشرين الثاني ب 2022. وبالنهاية قصة إيسي ساغاوا مو مجرد جريمة بشعة وصادمة، هي مرآة مظلمة للنفس البشرية لما تترك غرائزها تسيطر عليها بدون أي رادع. بين خيالاته المريضة وواقعه المأساوي كشف عن وجه مرعب للرغبة والسيطرة، وعاش بقية حياته أسير للشهرة اللي صنعها بدماء ضحيته ليصير مثال حي إنه مو كل الوحوش تتخبى بالظلام، بل ممكن تتغذى على أضواء الشهرة وتخفي قبحها وبشاعتها خلف بريق زائف. شاركوني رأيكم بالجريمة بالتعليقات، وإذا عجبكم المحتوى شاركوا واشتركوا بالقناة وحطوا لايك، وإذا بتحبوا الجرائم والغموض مثلي فعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد من المحضر. كنت معكم أنا لارا ورح كون على طول بالمحضر 13.